بص يا سيدي، فيلمنا مش بيبدأ بضرب واكشن، الحكاية بتبدأ بهدوء يخليك تشك في نفسك. احنا في مدينة بوسطن والجو ليل، بنتعرف على بطلنا اللي اسمه روبرت ماكول. روبرت راجل عدى ال60 وشعره محلوق زيرو وملامحه فيها وقار غريب كأنه قاضي او مدرس تاريخ، بس الحقيقة ان روبرت دوت لغز ماشي على رجلين. الراجل ده شغال في المحل ده بتاع ادوات منزلية عملاق، يعني لو عايز شنيور او شاكوش او حتى لمبات وطلاق وكده هتلاقيهم موجودين عنده. روبرت هو اللي بيساعدك. زمايله في الشغل بيحبوه جدا، بيشوفوه الراجل الكبير العاقل اللي دايما عنده نصيحة حلوة، وبيساعد الواد اللي اسمه رالف التخين ان هو يخس عشان ينجح في اختبارات الحراسة. روبرت بطل شعبي في مكانه، بس محدش يعرف هو بيعمل ايه لما الوردية بتاعته بتخلص. روبرت عايش في شقة مودرن، بس الشقة دي فاضية تقريبا، مفيش فيها غير سور للعيلة، مفيش كركبة، مفيش اي حاجة تدل على انه مكان ليه حياة قبل كده. الراجل ده عنده وسواس قهري في النظافة والنظام، لدرجة انه بيغسل ايده بطريقة معينة وبيرتب الشوك والمعالق على السفرة بالمسطرة. والاهم من ده كله الساعة. روبرت مهووس بالوقت جدا، بيظبط ساعته الرقمية على كل حركة بيعملها. هو مش بس عايش، هو بيحسب هو استهلك كام ثانية في كل فعل. روبرت ما بيعرفش ينام بسبب الأرق، والسبب دوت هو ذكرى مراته اللي ماتت وسابت له فراغ ما بيتمليش. عشان يهرب من ضلمة شقته بيروح كل ليلة لدانر أو مطعم صغير فاتح 24 ساعة، بياخد معاه كتابه وكيس شاي خاص بيه ملفوف في منديل ورق بمنتهى العناية، ويقعد يقرأ في روايات الأدب العالمي كأنه بيحاول يلاقي إجابات لأسئلة ما فيش حد عايز يسألها. في المطعم ده بنقابل تيري أو إلينا، بنت لسه في أول شبابها، ملامحها باينة عليها إن الأيام دست عليها جامد. تيري شغالة مع المافيا الروسية، وتحديدا مع واحد قذر اسمه سلابي. هي مش مجرد بنت ليل، هي إنسانة محبوسة في قفص من الخوف والديون والتهديد. روبرت بيشوفها كل يوم، بيبدأ يلاحظ إنها بتهرب من واقعها بالسماعات اللي في ودانها، وبتحلم إنها تبقى مغنية مشهورة في ليلة من الليالي. تيري بتقعد مع روبرت وبيتكلموا عن الكتاب اللي بيقرأه. الكتاب دوت اسمه الرجل العجوز والبحر. روبرت بيشرح لها إن العجوز في الرواية لازم يكون هو نفسه، مش بس بيصطاد سمكة، ده بيحارب عشان يثبت لنفسه إنه إنسان لسه حي. تيري تسمعه بذهول، لأول مرة حد يبص لها كإنسانة مش كسلعة. الجو بيبدأ يتغير لما سلاب الروسي بيجي المطعم بعربيته السودا الفخمة، بيدخل يشد تيري قدام الناس كلها بقلة أدب لأنها اتأخرت على ميعادها في الشغل. روبرت قاعد عينه مراقبة كل تفصيلة، ملامحه متغيرة وجواه بركان بيغلي. تيري بتحاول تسايس الأمور، بس سلابي بيضربها قلم على وشها قدام روبرت. في اللحظة دي روبرت ما بيتحركش، بس عينه بتصور المشهد كأنه بيحفظ ملامح سلابي، بيحفظ رقم العربية، وبيحفظ الطريقة اللي تيري بتبكي بيها. روبرت عارف ان اللحظة ديت هي نقطة تحول. تيري مش بس جارة في مطعم، دي بقت القضية اللي هتصحي الوحش اللي روبرت حاول يدفنه لسنين طويلة. بعد كام يوم روبرت بيعرف ان تيري في المستشفى في العناية المركزة بعد ما الروس ضربوها علقة موت لانها حاولت تدافع عن نفسها. روبرت بيروح يزورها ويشوف وشها اللي بقى كله خدمات، وبيقرر ان الميزان لازم يتعدل. بيروح لمكتب الروس اللي هو عبارة عن بار، والبار ده متداري ورا تجارة سلاح ومخدرات. بيتدخل بمنتهى الهدوء وبيحط 9800 دولار على المكتب قدام سلابي ورجالته، وبيقول لهم بالراحة كده، خدوا الفلوس دي وسيبوا البنت في حالها، انتم كسبتوا منها كتير خلاص. الروس طبعا بيضحكوا بهستيريا وبيفتكروه راجل عجوز غلبان جاي يشتري رحمة مش موجودة. بيطردوه بيهنوه، ما يعرفوش انهم فتحوا على نفسهم باب جهنم. روبرت وهو خارج بيقف عند الباب وبيقفل القفل بالراحة وبيلف يواجههم، بيبص في ساعته، بيظبط التايمر ويقول جملته المشهورة، انا هخلص الموضوع ده في 19 ثانية. وفي اللحظة دي روبرت ما يبقاش بياع في سوبر ماركت، روبرت بيبقى عزرائيل الشخصي بتاعهم. روبرت واقف دلوقتي جوه مكتب سلابي الروسي، القفل مقفول والخمس رجالة بتوع العصابة بيضحكوا عليه ومستهونين بيه للآخر. في اللحظة دي الجو في الغرفة اتغير تماما، الهواء بقى تقيل وعين روبرت بدأت تتحرك زي الرادار. بيمسح المكان عشان يشوف، عشان يحلل، عشان يعرف ايه اللي بيحصل. هو مش شايف بني ادمين، هو شايف نقاط ضعف، شايف السلاح اللي في حزام الواد اللي على اليمين، شاف فتحة الجوابات اللي على المكتب، شاف كاس ورق مليان خمرة، وحتى الزوايا بتاعت الكراسي. روبرت بيحسب كل حركة في دماغه قبل ما ينفذها كأنه بيلعب شطرنج، بس بسرعة الضوء. بص في
ساعته داس على الزرار وبدأ التايمر. في اقل من ثانية روبرت اتحرك كأنه شبح. اول واحد قرب منه روبرت استخدم اندفاعه وضربه بقوة، وفي نفس اللحظة سحب السلاح من حزامه. مفيش طلقة واحدة طلعت غلط، كل حركة بتسلم اللي بعدها. استخدم فتاحة الجوابات وخرق بيها حنجرة التاني، ولف بالتالت وكسر دراعه وضربه في عينه بآلة حادة قدام سلابي. القائد بتاعهم وقف مكانه مذهول مش فاهم ايه اللي بيحصل. الراجل العجوز اللي كان لسه بيعرض عليهم فلوس دلوقتي بيمحي كيانهم في ثواني. روبرت ما كانش بيضرب عشوائي، كان بيضرب في مقتل ومنتهى البرود العاطفي، كأنه بينظف السيراميك في المحل اللي شغال فيه. لما ال 19 ثانية خلصوا كان المكتب عبارة عن بركة دم والخمس جثث نايمين على الأرض ما عدا سلابي، هو اللي كان بيلفظ أنفاسه الأخيرة وهو بيبص لروبرت برعب وكأنه شايف ملك الموت قدامه. روبرت ما قربش منه بطلقة، سابه يموت ببطء وهو بيبص له بنظرة هدوء مرعبة وكأنه بيقول له انت اللي اخترت. روبرت ما خدش الفلوس بتاعته، سابها ومشي بمنتهى الثبات، عدل لبسه ومسح نقطة الدم اللي كانت على ايده بمنديل وخرج من الباب الخلفي كأن شيئا لم يكن. رجع بيته وغسل ايده ورجع يقرأ كتابه كأن مفيش 5 أرواح طلعت على ايده من نص ساعة بس. لكن الموضوع ما خلصش هنا، بالعكس دي كانت مجرد خبطة دبور في عش النحل. المافيا الروسية في امريكا مش شوية عيال صايعة، دول جيش منظم وبيديروا مليارات. لما الخبر وصل لفلاديمير بوشكين الزعيم الكبير في موسكو اتجنن. ازاي شوية عيال من بتوعه يتصفوا في قلب بوسطن من غير ما حد يعرف مين اللي عمل كده؟ بوشكين قرر يبعت الديب بتاعه واحد اسمه تيدي. تيدي ده مش مجرد قاتل، ده ضابط مخابرات سابق، جسمه كله اوشام بتحكي عن تاريخ من الجرايم، وراجل سايكوباتي ما يعرفش يعني ايه رحمة. تيدي وصل بوسطن وبدأ يشمشم ورا اللي حصل، مش عشان يقبض على روبرت، عشان يمحيه هو وكل اللي يعرفهم من على وش الارض. تيدي بيبدأ يحقق باسلوب قذر، بيعذب اي حد كان له علاقة بسلابي لحد ما يوصل لخيط يوصله لروبرت. وفي الناحية التانية روبرت بدأ يحس ان الضلال بدأت تقرب منه، بدأ يلاحظ ان في عربيات بتراقبه وبدأ يجهز الملعب بتاعه. روبرت ما كانش خايف، ده كان مستمتع بان الميزان بدأ يرجع لوضعه الطبيعي. تيدي قدر يوصل للكافيه اللي روبرت بيقعد فيه ودخل وقعد قدامه وش لوش. اللحظة ديت كان اكن جبلين واقفين قصاد بعض، اتنين محترفين بيقرأوا بعض من غير ولا كلمة. تيدي حاول يستفز روبرت ويخوفه بس روبرت رد عليه بابتسامة باردة وقال له جملة واحدة: انا عارف انت مين وعارف انت جاي ليه، بس السؤال انت عارف انا اقدر اعمل فيك ايه؟ هنا الحرب بقت على المكشوف وبقت مسألة وقت، مين اللي هيصطاد التاني الاول في شوارع بوسطن الضلمة. دلوقتي المواجهة بقت وش لوش بين روبرت ماكل وتيدي ديب الروسي اللي بوشكين بعته عشان ينظف وراه. تيدي مش اي حد، ده راجل دارس سيكولوجية البشر وعارف ان اللي عمل خناقة 19 ثانية مش مجرد واحد محظوظ، ده سوبر سلوجو متخفي. تيدي بدأ يستخدم اسلوبه المفضل، الضغط على نقطة الضعف. راح لصاحب روبرت في السوبر ماركت وبدأ يهدد فيهم ويشمشم في حياتهم، حتى رالف الشاب التخين اللي روبرت بيحبه وبيدربه. تيدي ما رجعهوش بيته سليم. روبرت هنا فهم ان اللعب ما بقاش على حياته هو بس، ده بقى على حياة كل الناس اللي بيحبهم. المافيا الروسية بدأت تضيق الخناق عليه وحطوا أجهزة تصنت وكاميرات مراقبة في كل حتة روبرت بيروحها، بس هما ما يعرفوش انهم بيراقبوا شبح هو اللي سامح لهم يشوفوه. روبرت قرر انه ما يفضلش في وضع الدفاع ولازم يبدأ يضرب في منفصل الامبراطورية الروسية. راح لبيت ماندي وبرايان اصحابه القدام من ايام المخابرات عشان يعرف منهم تيدي ده يطلع مين بالظبط، وهناك عرف الحقيقة المرة ان تيدي ده اسمه الحقيقي نيكولاي، وهو واحد من اقذر قتلة المخابرات الروسية السابقين ومسؤول عن عمليات ابادة لشبكات كاملة. روبرت عرف انه مش بيحارب عصابة، ده بيحارب نسخة شريرة من نفسه. روبرت رجع بوسطن وبدأ في حرب الاستنزاف. راح لواحد من الموانئ اللي الروس بيستخدموها في تهريب السلاح والمخدرات وبمنتهى الحرفية فجر السفينة بتاعتهم بقنبلة بدائية صنعها من مواد تنظيف كيميائية من اللي بيعملها في المحل عنده. الانفجار كان رسالة واضحة لتيدي: انا مش مستخبي، انا اللي بصطادكم. تيدي اتجنن وبدأ يفقد اعصابه، ازاي راجل واحد بيعمل كل ده في منظمة بتملك نص المدينة؟ قرر تيدي انه يعمل حركة ندالة
وخطف زمايل روبرت من المحل اللي هم شغالين فيه وحبسهم جوه المحل بالليل، وبعت رسالة لروبرت وقال له لو عايز تشوفهم عايشين تاني تعالى واجهني في ملعبك. روبرت ما كدبش خبر، لبس الجاكيت بتاعه وجهز ساعته وراح للمحل بالليل. الدنيا كانت ضلمة كحل والروس منتشرين بين الممرات، معاهم أسلحة حديثة وأجهزة رؤية ليلية. هم فاكرين انهم محاصرينه، بس الحقيقة ان هم دخلوا المصيادة بتاعته. روبرت حافظ كل شبر في المحل، عارف فين ممر المسامير وفين ممر الزيوت وفين الأدوات اللي ممكن تتحول لأسلحة فتاكة في ايده. روبرت بدأ يطفي الانوار واحد ورا تاني وبدأ يستخدم صوت المكان لصالحه. واحد من رجال تيدي ماشي في ممر المنظفات، فجأة روبرت ظهر وراه زي الخيال واستخدم سلك شائك وخرقه بيه وعلقه في السقف بمنتهى الهدوء. التاني كان بيحاول ينشن بسلاحه، بس روبرت استخدم جهاز المسامير وضربه في رقبته من مسافة بعيدة. الروس بدأوا يترعبوا، هما مش شايفينه، هما بيشوفوا بس اصحابهم وهما بيقعوا واحد ورا تاني بطرق بشعة ومبتكرة. تيدي كان واقف في نص المحل بيزعق وبيشتم، وهو مش مصدق ان جيشه بيتدمر قدام عينيه بواسطة شنيور وشاكوش. المواجهة في المحل كانت عبارة عن باليه دموي. روبرت استخدم طفايات الحريق عشان يعمل سحابة دخان، وبدأ يخلص على اللي باقيين باستخدام ادوات الحديقة زي المقصات الكبيرة والفؤوس. كل عامل من العمال اللي كان روبرت بيساعدهم كانوا بيبصوا بذهول وهم شايفين عم روبرت الطيب بيتحول لملاك موت. وفي وسط المعمعة دي روبرت قدر يوصل لرالف وقدر ينقذه وطلب منه ان هو يهرب ويخرج الناس لبره. دلوقتي ما بقاش فاضل في المحل غير روبرت وتيدي والمواجهة النهائية اللي كل كان مستنيها. تيدي قام مطلع سلاحه وبيضرب عشوائي في الضلمة. روبرت كان بيراقبه من فوق الأرفف ومستني اللحظة اللي الميزان فيها يميل لصالحه عشان ينهي الليلة ديت. والمحل دلوقتي بقى عبارة عن متاهة موت. تيدي ورجالته والروس اللي فاضلين دخلوا وهم فاكرين ان معاهم افضلية السلاح، بس اكتشفوا انهم جوه صندوق رمل بتاع عيل شقي، بس العيل دوت هو عزرائيل شخصيا. روبرت ما كانش بيستخدم مسدسات، ده كان بيستخدم بيئته. واحد من رجالة تيدي ماشي بحذر بين الممرات الخشب، وفجأة سلك معدني رفيع جدا نزل من فوق وفي ثانية كان ملفوف حوالين رقبته. روبرت قام سحبه لفوق باستخدام ونش يدوي. الراجل فضل يتلوى في الهواء لحد ما روحه طلعت، وتيدي واقف بعيد سامع صوت الخنقة ومش عارف يضرب نار فين. الرعب بدأ يتسرب لقلوب الروس، هما متعودين يحاربوا وناس بتخاف منهم، مش شبح بيتحرك وسط الضلمة كأنه جزء منها. روبرت بدأ يستخدم الفخاخ اللي جهزها بسرعة البرق، فتح أنابيب الغاز في ممر معين ورش زيت على الأرض. لما واحد من الرجالة دخل الممر روبرت رمى ولاعة، المكان اتحول لكتلة نار في ثانية، والروسي بقى شعلة ماشية بتصرخ لحد ما وقع جثة. تيدي هنا بدأ يفقد أعصابه تماما، بدأ يضرب رصاص عشوائي في كل حتة وهو بيزعق وبيقول اظهر يا جبان واجهني راجل لراجل. روبرت رد عليه بصوته الهادي اللي جاي من مكبرات الصوت بتاعة المحل، قال له انت اللي جيت ملعبي يا نيكولاي، وانت اللي اخترت الطريقة اللي هتموت بيها. الصوت كان بيتردد في كل ركن، وتيدي ما كانش عارف يحدد مكانه وبدأ يحس ان نهايته قربت جدا. في اللحظة دي روبرت قدر يوصل لرالف وبقية العمال اللي كانوا محبوسين وخرجهم من باب خلفي وأمن خروجهم. دلوقتي الساحة فضيت لروبرت وتيدي. تيدي لمح خيال روبرت وجري وراه لحد ما مر الأدوات التقيلة، وفجأة روبرت ظهر قدامه، بس المرة دي ما كانش معاه شنيور، كان معاه جهاز مسامير ضخم. تيدي رفع سلاحه عشان يضرب، بس روبرت كان أسرع بكتير. 3 مسامير صلب دخلوا في كتف تيدي ورجله، شلوا حركته ووقعوه على الأرض وهو بيصرخ من الألم. روبرت قرب منه بمنتهى البرود، ملامح وشه ما فيهاش ذرة ندم، كأنه بينفذ حكم محكمة مش بينتقم. تيدي وهو على الأرض بيبص لروبرت بحقد وبيقول له انت فاكر انك لو قتلتني الموضوع خلص؟ بوشكن هيبعت غيري وفوقيهم جيش. روبرت وطى عليه وقال له بوشكن ده مشكلتي انا مش مشكلتك انت، وسحب شنيور كهربائي وشغله. صوته كان كفيل يخلي اي حد يترعب. تيدي غمض عينيه لأول مرة في حياته من الخوف، وروبرت انهى الليلة بضربة احترافية خلت تيدي يودع الدنيا في ثواني. روبرت قام نظف هدومه وخرج من المحل قبل ما الشرطة توصل ب30 ثانية بالظبط. الراجل الخافي ما بيسيبش وراه اي بصمة،
لكن روبرت ما كانش ناوي يكتفي بتدي، هو عارف ان السم من الراس والراس موجودة في موسكو. روبرت رجع شقته، فتح شنطة قديمة مخبيها تحت الارض وطلع منها جوازات سفر باسماء مختلفة وطبنجة وكاتم صوت وخريطة لروسيا. هو قرر يروح لفلاديمير بوشكين في عقر داره، ما كانش عايز يبعت رسائل، كان عايز يقطع العرق ويسيح دمه. روبرت ما ضيعش وقت، بعد ما خلص على تيدي ورجالته في المحل مروحش ينام، سافر فورا لروسيا وتحديدا لموسكو عشان يواجه فلاديمير الراس الكبيرة اللي بتمول كل القذارة دي. بوشكين قاعد في قصره محصن، فاكر ان المحيطات والجيوش اللي حواليها تحميه من راجل عجوز جاي من بوسطن. بس روبرت دخل القصر دوت زي النسمة، ولا حراس شافوه ولا كاميرا جابته. فجأة بوشكين بيصحى من النوم، بيلاقي روبرت قاعد قدامه في الضلمة وبكل برود وماسك في ايده نفس الساعة اللي حسب بيها عمر رجالته. روبرت ما قتلهوش برصاصة سهلة، هو خلاه يشوف امبراطوريته وهي بتنهار قدام عينيه في ثواني، ونهى حياته بطريقة خلت الحراس يلاقوه جثة هامدة من غير ما يعرفوا مين اللي دخل ومين اللي خرج. بعد ما ميزان العدالة اتظبط تماما، روبرت رجع بوسطن، بس المرة دي انسان جديد. راح المستشفى عشان يطمن على تيري اللي هي إلينا اللي قلنا عليها في اول الفيلم، لقاها فاقت وبقت كويسة. تيري اول لما شافته عينيها لمعت بدموع الفرحة، حست انها اتولدت من جديد وان الكابوس اللي كانت عايشة فيه انتهى للابد. روبرت ما لمحش ليها باي حاجة عن اللي عمله، اكتفى بابتسامة هادية واداها ظرف فيه فلوس وتذكرة طيران عشان تبدأ حياتها وتحقق احلامها بعيد عن المافيا. وهو ده روبرت اللي بيصلح العالم من غير ما يستنى اي حد يشكره. روبرت رجع لحياته القديمة بس بقلب انضف، رجع يقعد على الكافيه بتاعه يفتح كتابه ويشرب الشاي، الراجل العجوز والبحر. بس المرة دي لما حد سأله انت بتشتغل ايه يا روبرت، ما طلعش الكارت بتاع محل الادوات المنزلية، هو خلاص عرف رسالته في الدنيا. روبرت نزل اعلان على الانترنت، جملة واحدة بسيطة بس مرعبة لأي ظالم محتاج مساعدة: الميزان جاهز. هو قرر يكون منتقم لكل واحد غلبان ملوش ظهر، لكل واحد القانون مش عارف يجيب له حقه. روبرت ما بقاش مجرد بطل فيلم، بقى رمز للعدالة اللي بتيجي في وقتها بالظبط بالثانية والدقيقة. وفي مشهد النهاية الأسطوري بنشوف روبرت وهو في شوارع بوسطن تحت المطر، لابس الجاكيت بتاعه وواثق في خطواته، وعينه بتبص على الناس اللي حواليه كأنه ملك الحارس للمدينة. الكاميرا بتبعد عنه وهو بيختفي وسط الزحمة كأنه الشبح ما بيظهرش غير وقت اللزوم. الحكاية خلصت بس أسطورة المتعادل لسه بتبدأ، والناس عرفت ان في راجل عجوز هادي لو جيت على حد غلبان قدامه هيطلع لك من تحت الارض ويخلص عليك في 19 ثانية. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واكتب لنا اسم الفيلم اللي انت حابب ان احنا نلخصه لك.